والله سبحانه وتعالى يخلق الخير ليشكر، ويخلق سبحانه وتعالى الشر لحكم عظيمة، وهي من جملة هذه الحكم أن تنشأ عبادات لا يمكن أن تنشأ إلا في وجود الشر والظلم والفساد في الأرض. فلا يمكن أبدا أن تسأل الله النصر إلا إذا ظلمت، ولا أن تسأل الله الشفاء إلا إذا مرضت، ولا أن تسأل الله عز وجل رفع البلاء إلا إذا ابتليت بالبلاء باختلاف صوره وأشكاله. فحكمة الله عز وجل أنه يريد أن يتعبده الخلائق جميعا بجميع أسمائه وصفاته. فلو أردت الخير فقط والنعمة فقط فإن العبادة ستنحصر في بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، ولكن الله عز وجل أن يبتلي العباد بالخير والشر معا ليعبد بجميع أسمائه وصفاته.